اللي معوده بنتها ان هي تبقى بتشتغل في المطبخ او بتعمل اكل او بتعمل او بتروق وبنتها قاعده، ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش. يعني المفروض انت مثلا انت تعبانه، ان انت في مشوار، ان انت بتعملي حاجه، ان انت مثلا بتعملي حاجه بره او كده، تيجي تلاقي الدنيا زي ما هي على احتمالها كده، ما ينفعش، ما ينفعش. عودي انت تقفي في المطبخ، هي واقفه معاكي بتعمل معاكي، اعملي سلطه، قطعي كذا، قطعي الخيار ده، قلبي الاكل ده، اغسلي مع الطبقين دول. مش انت مثلا مثلا مكونات المطبخ مواعين، لا، طبقين مره، في روق الحوض مره، اغسل البوتاجاز مره. لما تبقي انت واقفه على رجلك طول النهار، وهي قاعده جوه على التليفون، او قاعده بتتكلم في التليفون، او قاعده بتتفرج على التلفزيون، او قاعده بتلعب، او قاعده، ما ينفعش. البنات لازم أن تبقى، حتى لو هي بقت دكتورة، بقت سفيرة، بقت رئيسة جمهورية حتى، لازم برضه يبقى لها في المعلومات دي معلومات عامة، دي معلومات عامة. يعني هتأكل ابنها، مصيرها هتبقى أم، ومصيرها هتبقى زوجة، هيبقى ملزوم منها أطفال، وملزوم منها زوج، وملزوم منها، تبقى عارفة. حتى لو مثلا ربنا كرمها وبقى معاها إنها تجيب ناس تعمل لها، بس برضه يبقى هي عارفة، عشان لو في يوم من الأيام اتزنقت تعرف تخدم نفسها. انت مثلا تعبانه فيكي حاجه، هي تقوم تعمل اكل لاخواتها واكل لباباها. امال تقولي لمين؟ تقولي مثلا لاختك مثلا اللي مش فاضيه، ولا تقولي لامك اللي مش قادره، ولا تقولي لعمتك اللي ما بتطيقش، ولا تقولي لمين تعالى اعمل لي؟ ونروح مثلا تجيبوا اكل من بره، في يعني مثلا ميزانيه تكفي ان كل يوم اكل بره، او اسبوع حتى اكل من بره؟ ما ينفيش كده. او ما بنتك تقولها لا هتقومي ولا هتعملي وخلاص، مثلا الصحيان الساعه كذا والنوم الساعه كذا، زي ما احنا اتعلمنا وزي ما احنا اتربينا، ما ينفعش. انما ده مش دلع. فانت كده مثلا بتدلعيها، لا يا حبيبتي ده مش دلع، ده بوظان، انت كده بتبوظيها بايدك. لقيتيها ما عندهاش قابليه انها تتعلم برضاها، او بمعنى اصح بالحسنى، يبقى عصايه حلوه رفيعه كده جميله، وتديها بيها على دماغها عشان تصحى كده لنفسها وتقوم تشوف اللي وراها.